ربع ساعة لعب لنهاية المباراة. اليو ديانج، عمرو السورية، مجدي أمشع، سورية صاحب الخبرة، تغيير لعلي معلول، بيرسي تاو، قبله يحيى شبران، وداد دفاعي، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، كرة سريعة لياسر علي معلول، معلول يوزع والدفاع ارسين زولا، زهير المتنجي، اليو ديانج على طول معلول، مجدي أمشع. الأهلي أفضل أداء منذ وصول التغييرات والركنية. الجمال بما حمل للنادي الأهلي، يلعب الكل في الكل، إما التعديل أو الخسارة بهدفين لصفر. التعديل يساوي اللقب. الوداد صامت، لكن الهدف الوحيد كافي لتأمين اللقب للوداد. أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم. علي معلول يوزع، جول، جول أهلاوي. علي معلول ملك الحلول، علي معلول للرأسية الذهبية. محمد عبد المنعم، يا سيدي أمرك، يا الأهلي أمرك يا سيدي. هذا هو أهلي، أكبر المواعيد، حديد في حديد، كبير إفريقيا، بعبع القارة، سلطان اللعبة، ريال مدريد إفريقيا. يتغير الزمان والأهلي هو في نفس المقام والفخامة والمكان. سلطان يا ناس، سلطان. محمد عبد المنعم جاء من بعيد. عبد المنعم كالعادة يفعل ما يريد براسية من حديد. الأهلي قناص الألقاب من خارج الديار، فعلها في تونس ويفعلها في المغرب، فلا تستغرب. محمود الخطيب، شعبية أمجاد، ألقاب نجوم كروية. الأهلي بسيمفونية كروية. سعيد نصيري أكيد منهار في هذا المشوار. هدف والذهب للأهلي برأسية حقيقية لمحمد عبد المنعم. يكرر نفس السيناريو عبد المنعم الكبير. تعدي كرة، يوزع والركنية. الآن الوداد مطالب بتسجيل هدف حتى يلعب الوقتين الإضافيين. علي معلول يطلب الإسعاف. القتال، هدف من نار لمحمد عبد المنعم. لما تنعدم الحلول الهجومية يأتي الانفراج من الركنية، من الرأسية الذهبية لمحمد عبد المنعم. أيمن الحسوني يغادر، رضا الشادي في المكان. رضا شادي 28 عام من مواليد بروكسل العاصمة البلجيكية، يلعب للوداد منذ 2021. لاعب الفتح الرباطي لدينامو بوخارست الروماني وستار لياج البلجيكي. كرة بالراس،
بالراس خارج الميدان من أيمن منا فرحان أمين فرحان. 10 دقائق بالنار في الانتظار. تنقلب الأدوار والزمان يلعب الآن ضد نادي الوداد. شناوي طويلة منه يحيى الشبران. يوسف المطيع يتفاجأ برصيد محمد عبد المنعم. يحيى الشبران مرة أخرى. رضا شادي بايدة الكرة على طول لمحمد الشناوي. سفين فاندنبروك مدرب بإيجاد الحلول أمام زملاء علي معلول. الشناوي بالراس أرسين زولا. ترجع بمخالفة يحيى الجبران. أرسين زولا بيرسيتا يقوم بالمخالفة. أكيد على المستوى المعنوي فريق الوداد لابد من العودة السريعة إلى الروح الحماسية اللي يمتلكها الآن النادي الأهلي بخبرة سنين طويلة رغم كل المصاعب كل المحن كان حاضر في هذا الزمن. مباريات الأدوار النهائية لا تلعب يا سادة الكرام بل تكسب. والركنية الركنية للوداد شلال الداودي. حرب الرؤوس حرب الرؤوس الآن. داودي يخطئ في التصويب والتوزيع. اليو ديانج طويلة من بيرسي تاو. عالية الكورة محمد شريف مجدي أفشع. كورة بدار دفاع. هنالك مخالفة ترجع لفريق الوداد. كأن في الوداد يعني الهدف أثر عليه على المستوى المعنوي. الأقدام لم تعد سريعة. رضا شادي يحيى حضور كبير الآن على المستوى البدني. عبد القادر على طول لشريف. التسويق والمطيع يتابع. ركنية للنادي الأهلي. 6 دقائق من نهاية المباراة. اللقب 11 الآن في قلب القاهرة في الشبرة في أسيوط في الإسكندرية في دمنهور في دمياط في كامل أرجاء جمهورية مصر العربية. كل لحظة بحسابها. 6 دقائق للنهاية. مارسيل كولر الداهية السويسرية. علي معلول في إعادة سيناريو. رامي ربيعة تعزيزات في قلب الدفاع لفريق الأهلي. حوار عمرو السورية ويوسف المطيع.
كذلك زوير المتنجي وهاني. لا 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 لا, لا نريد امام كانت النتيجه بهذه الشاكله. الهدوء يا ساده يا كرام، انتم قدوه لكل الشباب العربي. خروج لفارس داو، وصول للرامي ربيعه، قلنا تعزيزات في محور الدفاع لفريق الاهلي. فاملاك تسمى ويزا ركنية لعلي معلول. تعود لمجدي أفشع على طول وسط الدفاع. اليو ديانج طويلة من الماني ويوسف المطيع. عملية دفع من علي معلول للانذار. حرب الأعصاب بين اللاعبين. علي معلول القيمة الثابتة للكرة التونسية، لاعب نموذجي من أفضل ما أنجبت الكرة في تونس وأفريقيا. علي معلول خسر المصريين في جيلبرتو. عملوت سوريا الآلي في هذه الدقائق الأخيرة متماسك وتسحب عملية الوصول إلى الحارس الشناوي. حكم يقول ألعب كرة مصرية. شريف محمد شريف التحضير. عمرو الصنيع يكسر الكرة، ترجع لسؤال المتنجي. لحظات صعبة بين الفريقين. شلان داودي طويلة. محمد أنجمة التمس. أحداث يستعد للدخول. حميد أحداث يدخل الآن. مهاجم طبعا في مكان محمد أوناجم. زمان فاطمة بروك يلعب الكل. كرة بالراس رائعة لكنها بعيدة. الشناوي يمضي ولا يبالي. أقل من دقيقتين لنهاية المباراة، والأهلي المصري قريب من اللقب 11 في تاريخه. قلت لكم أنه سلطان إفريقيا، حاكم حكام القارة السمراء، الريال مدريد القارة. لكن الوداد ما زال يؤمن بحظوظه. مجدي أفشع، عبد القادر، الهجمة للأهلي ويوسف المطيع. المطيع ليحيى على عطية الله صاحب الهدف المغربي. محمد هاني بامتياز. الكرة هذه وين كانت مختفية للنادي الأهلي في بداية المباراة. كرة الهجوم والثقة بالنفس. اليو ديانج، يعني لما يكون الأهلي تحت الضغط يخرج كنوز على مستوى الأداء الكروي. عادتنا 8 دقائق يقررها بملاك تسمع
في هذا الدور النهائي. رضا جعدي لا تمر الكرة. داود شريف عبد القادر علي معلول على يساره. عبد القادر علي معلول كرة ويوسف المطيع. الآن يبحث عن الكاو. هنالك تسلل على علي معلول. ترجع بسرعة للفريق الودادي في حرب الزمان. كرة شرف داودي المخالفة. حكم يقول لا. ترجع للنادي الأهلي. مجدي أفشة علي وتيانج. علي معلول يستنى الكرة من عبد القادر. حكم يخلي اللعب. شريف وحده فيها جول. لا على مرتين رايع يوسف المطيع. هل يندم شريف على هذه الإذاعة لهدف الضربة القاضية؟ داود زهير المترجي عصبية مع محمد هاني. رضا جادي يحيى عطية الله. عالية الكرة بالراس. عبد القادر وحده. عبد القادر ممتاز. ارسن زولا. رضا جادي اوت بالكرة في سباق ضد السرعة لليسار. يحيى ترجع للجعدي. كل اللاعبين المغاربة من الهجوم. يحيى عالية بالراس. يتفوق محمد عبد المنعم. عبد القوي مجدي أفشة. يهرب عبد القادر وديها عليه الكرة مع جلال داودي. يحيى الجبران. 5 دقائق للنهاية. يحيى مترجي عالية بالراس. والشناوي دار الشناوي. اشتدت المباراة على نادي الوداد. محمود كهرباء في الاحتياط. يوسف المطيع. يحيى الجبران. يحيى عطية الله. ارسن زولا. بالراس ياسر ابراهيم. بالراحة يلعب النادي الاهلي عكس الضغط الكبير المسلط على نادي الوداد. يوسف المطيع. 4 دقائق مروا من الوقت البديل ولا بديل للوداد الا هدف وحيد للتسجيل الان. هذه كرة. ماذا يقول الحكم؟ يقول الركنية. شد الاعصاب يا ناس. هاي صورة معبرة. جماهير النادي الاهلي وجماهير الوداد. جلال داودي. داودي عالية الكرة بالراس. غريبة وعجيبة. غريبة وعجيبة. ارسن زولا واحداد ضيعوا الفرصة. حميد احداد اللي لمس الكرة. ارسن زولا
امام عمرو السورية، سعيد ناصيري ومحمود الخطيب. الكلمة الآن لأسطورة مصر سيد عبد الحفيظ، وكامل الإطار الإداري والفني للنادي الأهلي. نذكر أنه حضور رئيس أندية الرابطة الأوروبية على رأس الشركة المالكة لحقوق بين سبورت، ورئيس باريس سان جيرمان ناصر غانم الخليفي. كذلك حضور لموتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، سعيد ناصيري رئيس نادي الوداد، ومحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. دقيقتين وشوية لنهاية المباراة. الاهلي مشاهدينا الكرام قريب من اللقب. محمد هاني للانذار، كرة الى جحا الشناوي. طويلة من الشناوي، التماس يعود للنادي الاهلي. اخر من لمس الكرة ايوب الحملود. صمت نوعا ما رهيب، بدا يخيم على مدرجات محمد خامس. مارسيل كولر الفارق في هذه المباراة، قراءة تكتيكية رائعة، تغييرات في محلها، وعاد بالاهلي من بعيد. مارسيل كولر، يوسف المطيع، الدقيقة الأخيرة. عبد المنعم يسيطر على الفضاء. آخر كرات يحيى عالية، ياسر ابراهيم، تعود عبد القادر، الشريف، محمد شريف فايز عليه الكرة. المطيع، يحيى عطية الله، اخر ومضات المباراة طويلة. يحيى عطية الله، عالية، ياسر ابراهيم، ترجع كرة للدفاع، عكسية، اليو ديانج يسقط يبقى توازنه. مجدي أبشا يكسر هذه الكرة، ترجع من جديد لرضا الشادي. نهاية الوقت البديل، كل لاعبي الاهلي يطالبون الحكم بإنهاء المباراة. هذه الكرة والشناوي يتسدد ويتزعم. الاهلي تقريبا بطل افريقيا للمرة 11 من قلب كازابلانكا بقيادة هذا الربان الكبير مارسيل كولر. محمد عبد المنعم من الانذار، صاحب الهدف الغالي. ستنطلق الافراح في كامل جمهورية مصر العربية، وهذا هو الحكم مملكة سماء يؤشر على تتويج النادي الاهلي باللقب 11 على حساب الوداد البيضاوي المغربي. نقول مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، للنادي الاهلي، وحظ اوفر لفريق الوداد وجماهير وداد الامه. هذه هي كرة القدم، تبكي شعوب وتسعد شعوب، في النهاية لا تبقى الا روح التآخي بين الاشقاء. للنادي الاهلي 29 لقب خارجي، 92 لقب مصري. نادي الاهلي المصري اذا الكل في انتظار رفع الكاس الاهلي، متعودة عليها، متعودة دائما متعودة. وهذا هو في قلب كازابلانكا. الاهلي المصري يتوج باللقب 11 في 2023. افرح انت مصري ونص، مثل ما قال عصام عبده. سيد
عبد الحفيظ امامنا بالنيابة عن وبقية اتحاد الاسماء الكرة المصرية الافريقي. الوداد لعبة وحتى هارد لاك طبعا لكل الجماهير الودادية ومليون مبروك للجماهير الاهلاوية. هذه اجمل صورة ننهي بها من محمد الخامس تتويج الفريق القاهري. وهم اولادنا ويقفوا جنب الوداد. جاي من المانيا مشجع بتابع حب محدش نفعني قفلت الدكان. مين اللي عزك بعد كده ايه؟ عيال حول اوساس الزاد نفسك بس كسر نفسك مسبي انا النص